Who wants to give me a donut? Chris? Yes, sir. Feeling underrated and unappreciated. Hello, Mr. Ronald Pryor. الجزء ده او الحته دي عجبتني قوي جدا. فكره تبقى underrated يعني مش مقدر. دي واحده من الحاجات اللي احنا بنقابلها اول ما بنيجي البلد دي. انت بتبقى في مرحله اسمها مرحله بليه. يعني ايه بليه؟ يعني الصبي اللي انت الناس هتبيع وتشتري فيه عادي، يداس على وشك. المشكله بس كل ما بيكبر سنك، كل ما بيبقى عندك خبره قويه جدا من النص، كل ما تقبلك لحاجه زي دي بيقل، مش في ادراكك. تبقى قاعد مقريف كده ومتضايق، هم ليه بيعاملوني كده؟ انا المفروض اتعامل احسن من كده. الشطاره انك تدرك، زي ما قال الراجل اللي على قناه المهاجر، اللي بالنسبه للامريكي بيعمله في 10 خطوات، انت بالنسبه لك بتعمله في 100 خطوه. الهندي بالنسبه له بيعمله في 200 خطوه. دي حاجه تخليك تتصالح مع نفسك ان المشكله مش فيك، انت مش وحش، انت كويس وزي الفل. تقدر تطبطب على نفسك، تقدر تحتوي نفسك، انه لا معلش يلا هنقوم هنكمل. لازم يبقى في باك اب. انا مستحمل ده علشان اهلي، عشان ديني، عشان زوجتي لو انت متجوز، علشان عيالي لو انت عندك اطفال. تبقى نازل قوي. ودي الحاجه اللي انا ما بحبهاش او بكرهها في معظم الناس اللي بتسافر المانيا، انه يطلع يقول المانيا دي وحشه، المانيا انا تعرضت لموقف مش عارف ايه وايه وايه. وكل واحد دي تجربته كده كده. بس قشطه يعني، هو ما هو اكيد مش هياخدوك بالحضن اول ما تيجي. تبقى مدرك ده، انك انت في مرحله بليه، انت في مرحله الصبي، انت في مرحله انك هيتلطش لك وتقوم تكمل عادي قشطه. لما تحس انه ده طبيعي انا في المرحله دي، هيبقى الاكسبتنس عندك عالي جدا. السفر بيزود الاكسبتنس، خليك تفكر بشكل ايجابي جدا 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 جدا، بيخليك تحس بالنعم بشكل قوي جدا، بيخليك تقرب لربنا اكتر واكتر لانك لوحدك. يعني بتبتدي تدرك انه بص انت مالكش غير ربنا. عكس في مصر مثلا، انت عندك شعور وهمي بان والله اهلك هيسندوك مثلا، او صحابك هيسندوك هيحتوك. لا والله انت هنا مالكش غير ربك، شكرا. يعني حتى الناس اللي بتفكر انه يعمل غلط، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مع ان هنا الدنيا ممكن يعني الشمس الحمد لله، الناس اول ما بتطلع الشمس حرفيا الناس بتقلع وتنزل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الكونسبت ده يخليك تقوم تكمل. وتاني الكونسبت ده لما تبقى حاطط ناس قويه. في حد سالني بس انا مش فاكر اسمه ايه، انا عايز اجيب الكومنت بتاعه. قال لي هل انت مع فكره انك تتجوز قبل ما تسافر؟ يعني انا نفسي والله اصور فيديو، على اتكلم في فيديو على الحوار ده. بس انا مع فكره انك تتجوز قبل ما تسافر. زوجتك موتيف ليك يخليك لا انا عشان اقدر اصرف عليها، اقدر اصونها، انا محتاج ان انا اشتغل، انا محتاج ان انا استحمل انا اسف، مش عايز اقول اهانه في الناس المصريين، او يعني عاده احنا بنترجم كلمه اهانه ازاي. لا انا كرامه ايه؟ بس الموضوع ملوش علاقه يعني احنا ما بنتكلمش في الجزء ده. احنا بنتكلم هو مش بيدوس على وشك. اوكي. ودي برضو واحده من الحاجات اللي في المانيا هتاخد بالك منها. هم صراحه بافوره، اللي هو لو شايف حاجه غلط هيقول لك لا، وبشكل مش لطيف. هم ثقافتهم كده، هم بيتعاملوا كده. عكس عندنا احنا في مصر. والله بص هي كويسه، بس عارف انت لو كنت عملت كذا كذا. احنا في مصر ذوق اكتر منهم. عبد الله أوكي. هل تنصح ان الشاب يرتبط قبل ما يسافر؟ ولا ايه رايك في الموضوع؟ جدا يرتبط قبل ما يسافر. دي الحاجه اللي كل يوم هتصحيك من النوم تنزل تنحر في الدنيا او تعافر عشان بس تعرف تبقى موفي بنت الناس اللي عايشه معاك. ده هينتج عنه ايه؟ ان حياتك انت نفسها هتبقى احسن، هتبقى احلى. عارف انت ايه الموتيف يعني بالظبط؟ في الناس هنا يعني انا اتعرفت على ناس كتير بس سوشيالايز عادي. اوكي ممكن نقول 90% من الشباب هنا مش متجوزين. هو خلاص مش انا باكل وبشرب وعايش لوحدي ومكفي نفسي، اتجوز ليه؟ كارثه يعني. ده حرفيا كارثه. انه انت بعد كده هتكتشف ايه ده كان في حاجات حلوه انا مفوتها وانا مش واخد بالي. انا بالنسبه لي ما عنديش الفلكسبيليتي بتاعت انه الاقي. ودي برضو هتقابلها لما هتسافر، ان مش سهل بالنسبه لك انك تلاقي حد ترتبط بيه. الموضوع بيبقى اصعب انك تلاقي حد ترتبط بيه، انك تعرف الشخص ده وتعرف اهله وتعرف يعني. بس مهم ان يكون معاك حد في ظهرك، حد محارب كده، اسد. مش اسد يعني، بنت جدعه. انت عايز بنت جدعه معاك، وبنت تكون ليها مستقبل، بنت تكون بتسعى.
عايزه تعمل حاجه في الدنيا، حاجه قويه في الدنيا، عشان انتوا الاتنين تبقوا مبسوطين، والا انت هتبقى عايش لوحدك وهي قاعده متضايقه. انا قاعده بعمل ايه هنا؟ ما قعدتي هنا ملهاش لازمه، انا عايز ارجع بلدنا، عايز ارجع مصر. عكس لما تبقى هي بتبني حاجه في حياتها. طبعا احنا الثقافه دي مش عندنا، احنا ثقافتنا بس دلوقتي ميلز وفيميلز، عشان برضو ما نظلمش. في ناس طالعه ميلز الاول بيتخانقوا على طريقه ازاي تعلق البنت. يا جماعه انتوا بتعملوا ايه؟ هو الفضا وصل للمرحله دي ان انتوا قاعدين بتلعبوا ازاي تلعبوا على بعض؟ والفيميلز العكس، على الناحيه الثانيه في فيميلز طالعه بتقول ازاي توقعي الولد. يا جماعه انتوا لو بس الولد والبنت او الراجل والست بيفكروا وين وين سيتويشن، يعني انتوا الاثنين كسبانين يا جماعه. يعني انتوا الاثنين لما تبقوا ناجحين، انتوا الاثنين لما تبقوا مع بعض، انتوا بتساعدوا بعض انكم تعيشوا حياه احلى، افضل، اجمل. يعني قاعدين بتتخانقوا على ايه؟ في مشاعر حلوه بتتعايش، انتوا قاعدين سايبين المشاعر الحلوه ونقعد نتخانق مع بعض. بص هي قالت لي ايه، بص هو قال لها ايه. كارثه كارثه. الحلو برضو في السفر، المانيا مش كلها حاجات حلوه يعني، بس فكره انك بعدت عن المشاكل وبعدت عن السوشيال ميديا وقعدت كده بس بتشوف الحاجات الحلوه وتفكر في الحاجات الحلوه، بتغير تفكيرك. حاجه اخيره، كان في كوميك كده كان منتشر، وبصراحه كوميك حلو جدا. ما اعرف، انا كنت مسيفه بس ما اعرفش هعرف الاقيه ولا لا. بيقول له البنت كائن عاطفي وانت مصمم تفهمها، او يعني هي شخص عاطفي، يعني اتعامل معاها على عاطفتها. ما تحاولش تقعد تفكر طول الوقت انك تطلعها غلطانه. هتطلعها غلطانه هتطلع عينك. خلاص. مع ان انت ممكن تكسب مشاعر، يعني تديك مشاعر حلوه كده لمجرد انك اتعاملت معاها حلو. احنا ما عندناش الثقافه دي في مصر، بس ده كل اللي احنا نقدر نقوله.